السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي الأعزاء، أسعد الله مساءكم وطبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم. كما عودناكم حلقة من حلقات ملتقى المغترة، والليلة ضيف هذه الحلقة هو الشاعر الكبير، الشاعر الخلوق، الشاعر المعروف نفاع الجابري، الذي أخذ صولات وجولات في الميادين، ويشرفنا استضافته في برنامج لقاء مع شاعر فقرة الصراحة الكافية. فأهلا وسهلا وحياك الله يا أبو ناحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال أيها الزملاء؟ ملتقى المغترة للمحاورة طيبين كل باسمه. يا هلا والله وبرك الساعات اللي نلتقي فيها جميعا. يا هلا والله، حياكم الله في محلكم. مرحبا، حياك الله ضيفنا العزيز الشاعر نفاع الجابري. شرف متابعينك وشرفنا في بطاقتك الشخصية ومقر السكن. بارك الله فيك يا أبو نايف. راوينا وشاعرنا الكبير محمد الخضران يرحب. حياك الله. نفاع بن رويعي الجابري الحربي، الله الله، من سكان منطقة الحناكية. الله يحييكم. أهلا وسهلا وحياك الله. آلية البرنامج كما تعرف، تطرح عليك أسئلة من مقدم البرنامج، ثم أسئلة زملائك الشعراء، ثم بعد ذلك نهاية الحلقة بيتين بدء ورد بينك وبين أحد الزملاء. ولكن بما أنك شاعر مميز وشاعر تختلف عن بقية الشعراء، إذ أنك من الرعيل الأول وشاعر كما يطلق عليك شاعر جيلين، شاعر معاصر، فالليلة دخلنا فقرة في البرنامج، بيتين أطرحها عليك فيها سؤال ترد عليها، تجاوب على البيتين، وبعد ذلك نطرح الأسئلة. بارك الله فيك، اطرح ما عندك جيبه. يا شاعر العملاق لك عندي سؤال، يا شاعر العملاق عساك ما تحتار عند الإجابة، عساك ما تحتار إن نكشف الأوراق مع طيب الفال، نكشف الأوراق كعملت لك تجار ولا عصبة، عملت لك تجار. يا شاعر المشتاق كم جاك مرسال، يا شاعر المشتاق نعبر المعبر صوت وكتابه، نعبر المعبر يوم الخيول سباق إلى الخيل خيال، يوم الخيول سباق تسمع الأخبار وسأل شبابه، تسمع الأخبار. يا سلام يا سلام، صح الله لسانك يا أبو ناحي، شاعر علم وشاعر مبدع ومدرسة شعر، وبيض الله وجهك. اي والله، اسأل شبابه. فهذا البيت كشف لنا انك لعبت مع كبار الشعراء وانك لعبت مع شعراء كثير. هل تذكر لنا احد من الشعراء الكبار اللي لعبت معهم في ساحة الميادين؟ والله الشعراء الكبار لعبت معهم، اللي مات واللي باقي حي. في ساحة الميدان لعبت أول شيء مع معيض العجي، الله أنه يرحمه، المعروف، وبعده
لعبت مع عوض الله السلمي الله يرحمه، وهنو مع راشد الموجود، ومع رجال الله يرحمه، ومع خليفة بن دواس، ومع محمد بن طمحي، ومع ذيب الشمري، ومع مع شاهر العنزي، ومع مسعد القصيري، ومع والله يا الربع اللي بعد الشعار ما احصيهم والله من كثرهم، يا كثر اللي لعبت معهم. شكرا لك بيض الله وجهك. وانا عندي خبر في الشعراء اللي ذكرت هذولا اللي انت لعبت معهم، لكن ابغى المتابعين يسمعونها منك. ابو ناحي، انت شاعر محاورة، هل تجيد النظم؟ نعم نعم، أجيد النظم وأجيد المحاورة. نبي منك طلب له انت، ابيات غزلية عندك قديمة اعرفها، اللي فيها بيت يقول: نشبة الحب معنها بديل. يا ليت تعطيناها شيلة يا ابو ناحي في صوتك. أبشر أبشر، أجيب لك اللي يعرف منها، وفيه بعد من هذه أكثر وأكثر وأطيب بعد. يقول: ميالتني وأنا ما كنت أميل، ميالتني في غبة حبها، لو برجع رجوعي مستحيل، تقل رجلي بشركنا شبها، نشبة الحب معنا بديل، ثابته والهوى يلعبها، كل ما شفته همي يزيل، عالجتني وطبي طبها، زينها من فرد ما له مثيل، فارقه والمثل يضربها، قربها يشفي القلب العليل، من تقرب لها ما سبها، حبها في وادي الدليل، يعلم الله بحب ربها، أتلمس لها مثل الهبيل، خايفة للحسد تهربها، يا عسى عمرها ضايم طويل، نارها للدلال شبها، وزنها لا خفيف ولا ثقيل، تقل ريشة قلم يكتبها، جملت من يبون ابغى الجميل، أهل المرجلة تنصبها، خلفوها لجيل بعد جيل، ومن توفى مكانك كبها. سلامتكم، والله صوتي ما هو بالحين الليلة. يا سلام يا سلام، صح لسانك. أبو ناحي، الآن شعراء المحاورة يعانون من الصفوف ما عاد فيه صفوف، ويستأجرون من المكاتب 22 شخص
للحفلة، ثم إذا قامت المحاورة نصف ساعة أو أقل تجد هنا 5 وهنا 5 تسربوا. هل كنتم في السابق تعانون من ذلك؟ مع أن هذا يؤثر على نفسية الشاعر وعلى إبداعه وعلى لعبه. هل سابقا أنتم يا الأولين الشعراء الأولين كنتم تعانون من الصفوف كذلك؟ والله حنا طال عمرك يا الأولين صفوفنا كانت كل أبوها من القبيلة، هو اللي يحبون القبيلة، هو اللي قريبين وكذا، ما عندنا صفوف بفلوس، ويلعبون لعب إن ما يحتاج، وخاصة في الحجاز من جدة والمدينة وعلى ينبع وعلى الطرقات هذه وحجر، فهمت، ومكة كلها صفوفهم طال عمرك من أهل الديرة. فما بعد يا طويل العمر جنب بعد في الأخير صارت الصفوف بفلوس، ياخذونهم بفلوس عن طريق المكاتب، وهذا قريب، ويجيبونهم طال عمرك للحفلات الحفله اللي ما فيها صف ما يجي فيها طال عمرك، لو فيها شعارة طال عمرك على مستوى ما من لعب، لان اللعب مع الصف. نعم الصفوف هي اللي تحيي اللعب وتشيل طال عمرك جميع الرواحل اللي يعطونهم. شايف هذا هو الكلام. والله ان اليوم طال عمرك هنا مشكله، والله ان في 5 حفلات في منطقة محافظة الحنكية عندي هنا راحت علي يعزموني عليها رسمية، والله ما لقيت لها صفوف، خاصة احنا في منطقتنا هذه ادق على صفوف المدينة محجزين، في العطلة، في المهد كذلك، في جهة الحليفة كذلك، وفي ما عندي، والله ما عندي صفوف، والله انا 5 حفلات. والحين مثل ما تعرف يجيبونهم من هنا، يجيبونهم بعضهم والله يتلقطونهم كذا، يجون هنا 10 وهنا 10 وبعدين 5 وبعدين وتلاشون ولا واخرتها يعني يموتون الملعبة. هذا التاليين هذولي. نبدأ الآن بأسئلة الزملاء. السؤال الأول من الشاعر هلال النفيعي يقول كلمة توجهها إلى الشعراء الشباب. حي الله هلال وسواله. نعم الكلمة اللي أنا أقولها للشباب، أنا أول شيء إني أنصح الشباب أنهم يتقيدون بالكلام الصحيح، نعم، وأنهم يمشون الطرق السلمية، نعم، لحيث أن الشباب طال عمرك الرجال الحشيم الأديب ما حد يخطي عليه ولا يحب الخطية، وهذه من ميزات الشباب الطيبين والأخلاق الفاضلة في كل إنسان، ما حد يكره صاحبها. هذا هو الكلام اللي أنا أقوله. نعم لما نقول أنا سويت به وأنا فعلت به وأنا حطيت وأنا سويت، هذه كل أبوها مفايته، هذه كلام ما له أنا عندنا قابلية ولا نقبله. والرجيل يقولون أهل المثل سد الشفاء نقاده، ومن سرح يضوي. نعم سرح لك كلمة طيبة تضويها، سرح لك كلمة غير طيبة الله أعلم تضوي عليك. هذا الكلام. شكرا لأبو يوسف. السؤال الثاني أيضا من أبو يوسف الشاعر هلال النفيعي يقول بعد ما علمنا أنك شاعر نظم نبي نسألك هل تستشير أحد في القصيدة قبل نشرها ولا ما تستشير أحد؟ بارك الله في هلال. القصيدة يا طويل العمر فيه قصيدة طال عمرك قابلة للاستشارة وقابلة للنشر، وفيه قصيدة طال عمرك ما يجوز طال عمرك نشرها، لحيث ان الشعر القصائد مثل ما تعرف فيه قصيدة مدح وفيه قصيدة فيها سب وفيه قصيدة يا طويل العمر فيها معنى خاص، فهمت؟ واللي طال عمرك ما فيها طال عمرك من الكلام اللي مجنب شيء، فهذه ما فيها شيء، تستشير فيها وتنشرها، ما فيها شيء. أحسنت بيض الله وجهك، أنت جامعنا الخبرة والمعرفة. السؤال الأخير من أبو يوسف يقول هل قصائد المدح فيها مصداقية بنسبة 100% ولا ما فيها مصداقية؟ يعني اللي يمدح ذا يكون صادق في كلامه ولا ما هو صادق في كلامه، يكون بس مجرد أبيات يصفصفها. والله عندكم خبر أنتم، يقول المداحين ما أدري وش يعطون. أول شيء طال عمرك في قصيدة مدح لمبالغ لشيء ما من الشخص هذا اللي أنا بمدحه،
يا الطويل يا العريض يا الطيب يا الفارس يا اللي بدري وين، يا اللي فيك واللي فيك، فهمت؟ هذا يدور طال عمرك من وراه فايدة، سمعت؟ وهذه طال عمرك الرجال لا يعتبرونها، سمعت؟ لأن طال عمرك يقول صاحب المثل يقول ما ينفعك يا ابو زيد يوم تقيم ان صارت الطرق عليك لزوم، تبي رجال فهمت انصاهل طلبك وجيب، لكن لما تحط في قصيده وانا امدح وانا اسوي وانا افعل وانا اترك، انا اعتبرها طال عمرك هذه ما لها طال عمرك مجال الا طال عمرك في الجهات الرسميه، فهمت مني؟ اللي لها مواقف، فهمت؟ اللهم. السؤال التالي من الشاعر حمد الثبيتي، يقول: أين تصنف نفسك بين شعراء حرب؟ حي الله الشيخ حمد الشاعر العملاق. أصنف نفسي يا طويل أول شيء أني من الشعراء القدامى، وعصرتهم ولعبت معهم، وعدة حفلات مضت معهم، ولا زلت على ماني عليهم معهم، ولكني ظروفي التالية طال عمرك صار عندي ظروف صحية، والله اني تقصرت، وان بعض الدعوات انها تجيني رسمية والله اني ما اروح لها من الظروف الصحية، هذا الصحيح اللي اقوله. شعار حرب طال عمرك كل ابوهم كفو، وانا اعتبرهم كل ابوهم في المقدمة. نعم. السؤال الثاني من الشاعر حمد الثبيتي أيضا، يقول: لماذا مقل في ساحة الميدان وأنت شاعر تملك الخبرة وتملك الشعر ولك صولات وجولات في الميادين؟ حي الله حمد. اولا يا طويل العمر انا املك خبرة ولاني قليل شعر، ولكن طال عمرك العزايم لنا حوالي 4 سنين، انا والله اني ما اروح الا شيء قليل يعني صراحة، وين 2 في السنة 3 رسميات اروح لها، والباقي والله لا تجيني كل ابوها كلها بلشية، وانا مثل ما تعرفون رجال معي ظروف صحية، وبعض المحلات تصعب علي. نعم. وهم كل ابوهم طال عمرك خابريني اللي من كل القبائل اللي رحت معهم، الله يطول عماركم يا حمد، كلهم عارفيني مار من حرب وعتيبة وجهينة وعنزة ومطير وسليم والبقوب. سؤال من الشاعر متعب بن رهق العنزي، يقول: هل سبق لك ان لعبت مع كريم العنزي؟ وهل البادي هو ولا أنت؟ وإذا كان تحفظ شيئا منها تسمعنا لو بيتين. حياك الله والله يا متعب بالرهق، أنتو وكريم أبو سلطان والله عزيز وخوي ولعبت معه عدة مرات، لكن والله إن الحفظ قليل عندي، والله أني ماني بحفظها. لعبت مع كريم ولعبت طال عمرك مع وش اسمه، لعبت مع هذا سعدون، ولعبت طال عمرك مع عبد الله جزاع، ولعبت مع العنوز كلهم واجد، ومع بدر ومع هذا وش اسمه، كلهم هو كثر لعبت معهم اي بالله. سؤال من الشاعر فهد الحبابي، يقول: هل الزمان والمكان يفرضان على الشاعر أسلوب معين في اللعب؟ وهل شعراء الجيل القديم يفرقون عن شعراء الجيل الحديث؟ وما هو الفرق بينهم؟ حي الله فهد الحبابي وسواله، والله طال عمرك بالنسبة للمحلات والاتجاهات والمناطق كل الشاعر اللي اعزم طال عمرك مشى في كل طال عمرك منطقة يعزم فيها ويوافق عليها. نعم. ولا فيه قصور بين القبائل، ولكن يا طويل العمر بالنسبة للعبة الأول عن اللعبة التالي، الشعر الأول طال عمرك فيها البيوت طال عمرك طويلة طال عمرك البديهية، وبعدين فيها المعنى، وبعدين بيوت جزلة، تجي بيوت جزلة، هم طال عمرك التاليين هذولي، فهمت؟ الله يهديهم ويصلحهم إن شاء الله، عندهم أكثر، عندهم الموال وسرعة الكلمة، سرعة الكلمة طال عمرك، ما الواحد والله بعضهم ما يدري حتى وش يقول، ولا جاب لك موال دد والله بدري وش قال. اي نعم. في فرق بين الاولين والتاليين، وكل الرجال
كل ديرة فيها حقها من رجالها. نعم، والرجال اللي يطلع روحه تعرفونها انتم، ها، فيهم هنا وفيهم هنا، بدون ما اقولكم تعرفونهم انتم. سؤال من الشاعر مصلح السلمي، يقول: هل سبق حصل زمالة بينك وبين سليم، سواء منك ولا من سليم؟ الله يطول عمرك يا السلمي. انا ما صار بيني وبين سليم، والله اني ما اذكر شيء. كنا عمل اول طال عمرك، وحنا في جدة. اذكر معيض الله يرحمه وعوض الله كان عند ربع في الزيمة، رحنا لهم. والله اني ناسي، والله اني ناسي سوينا حدايه، لا لانها مبتيه قديمه. اي والله. اما انا ما سويت لسليم زوماله ولا سووا لي زوماله، صار شيء والله اني ناسي. سؤال من الشاعر فهيد الرويس، يقول: من لقبك البلدوزر، وما هو سبب اللقب، لقب البلدوزر؟ حي الله بهيد الرويس وسواله. لقبني بالجوزر هذا جت فيه ملعبه اذكرها، وجوني فيها شعار، وهاك اللي صار فيها اذكر التحدي. وبعدين لعبت معاهم طال عمرك، وعندي قيفان مطوله، وفي قيفان فيها كلام يا طويل العمر. وبعدين لقبوني بالجوزر لاني اربعه هاك الليل سنعتهم. واول من لقبني طال عمرك بالجوزر اذكر محمد سالم، ومع ثلاثه من الحروب هاك الليل انا اذكرها اني بالجوزر لاني انتصرت عليهم. وهذا المبدا اللي انا اقوله. سؤال من الشاعر تركي المرزوقي، يقول: هل واجهت في مسيرتك الشعرية شلليات شعرية، وكيف تتعامل معهم؟ لا، سؤال تركي المرزوقي يقول: هل في تعصبات يعني ضدك في شعراء، هذه يسمونها شلليات، هل تعصبوا شعراء ضدك في الملاعب؟ لا، انا ما اذكر تعصب في الملاعب طال عمرك، واللي يشوفه يتعصب فهمت مني نحاول طال عمرك نهدي اعصابه، لا يمكن نثيرها لله، ولا عمر صار عندي الشيء هذا من فضل الله. سؤال من الشاعر عبد الرحمن الغامدي، يقول: من الشاعر اللي له فضلا عليك بعد الله في حياتك الشعرية في المحاورة؟ مرحبا بعبد الرحمن الغامدي، الله يحييه مع زملائه واسئلته مقبوله. اول شيء انا المحاورات هذه طال عمرك كلها قديمه معي ومع الاولين، الفضل لله ثم ربعي اللي كنت العب معهم. اول كانت المحاورات هذه عند الجماعه الفلاينه، وعند الجماعه الفلاني، وعندهم ابد، وكنت طال عمرك ابد اوليتها انا ومعيض العجي، وبعدين انا وراشد السحيمي، وبعدين انا وصلاح الحريبي، وبعدين رجال الله المحمدي. هذه بالنسبه في ديرتنا عاد. وبعدين عاد طلعنا طال عمرك، لكن الفضل اللي اخذ الاخذ والرد هم مع الربع هذول، اخذت معهم مشوار طويل. نعم، الله يبقي بالحي ويرحم الميت. سؤال من الشاعر متعب بن رهق العنزي، هل حصل بينك وبين شاعر طاروق شرار ونار في الساحة في الميدان، ولا زال عالقا في ذهنك؟ حياك الله يا متعب للمرة الثالثة، الله يطول عمرك. والله الملاعب يصير فيها، ولكن الشعار العقيل المتمكنين من الشعر ما صار شيء. ولهذا حصل طال عمرك صار فيه كلام حار من الخصم، أرد الكلمة الحارة على صاحبها ولا أروح للقبيلة. نعم، هذا هو الكلام. وهو كذلك. أما طال عمرك اللي بروح مشاجرة، ولا أنتم اللي فيكم يا الفلاينة والفلاينة والفلاينة، هذه ما هي بعندي. نعم، ولا أقبل حتى أهلها، أجيبها بأسلوب صح. نعم، ولا معاني خارجية. الله يطول عماركم ويسلمكم. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، هذا هو منطق العقل. سؤال من الشاعر محمد بن ناصر بن عقيل، يقول: هل
سبق أنك واجهت شاعر أحرجك في الملعبة، أخل توازنك في الملعبة؟ حي الله محمد ناصر العقيل وسواله. لا أذكر من هذا شيء أبدا لله، وله مهما كان الإحراج في الملعبة لا يمكن. واللي طال عمرك الزعل اللي حصل في الملاعب أحيانا من الجمهور، فهمت؟ الجمهور اللي تلحقون بعض الناس، وهذه حنا انت لفاها ولا نروح لها ولا نتطرقها، ومرت الدنيا كافية. كل رجال طال عمرك وخصمه هذا الناس العقين. اي بالله، هذا اللي انا اذكر طال عمرك. في طلب من الشاعر جبر الثبيتي، يقول: هل عندك قصيدة نصيحة؟ نريد قصيدة نصيحة. حي الله جبر الثبيتي، والله يطول عمره ابو سالم. عندي ابيات ولا هني مطولها. يقول: اهل النمايم مشتته مشمله الاقراب، نقالت النمات بين اي قرايب، بين اي قرايب حطم اشكال وانشاب، نسبة هروج مولفين النشايب، دارت بجالسهم على طرد الاسباب، وطرد السبب يحدث جروح ومصايب، باسبابهم تفرقا بعض الانساب، تفرقا من عقب ما هم حبايب، هذا يودي بالنميمة وذا جاب، وهذاك وداها وهذاك جايب، وكل يرسل رسالة الداب، وكل انه يقول انه عطيب الضرايب، لعل يضرب بين ذنيه مشعاب، يفج راسه للثغر والترايب، يا غافلين القبر معانه مجناب، حسابكم موجود تحت النصايب، يا ويلكم من ويل فيها الحجر ذاب، فيها الحجر من شدة النار ذايب، جميع ما قلتوه محصيه بكتاب، محصي جميع أعمالكم بالكتايب، ومن كان عمله زين لا مات ما خاب، ومن كان عمل الشيء لا ما تخايب، وسلامتكم. شكرا لك ضيفنا العزيز الشاعر نفاع بن رويع الجابري، شكرا لك على صراحتك، شكرا لك على سعة صدرك وتحمل الأسئلة، بيض الله وجهك. والآن إلى الفقرة التالية، بدع رد مع الشاعر حمد الثبيتي. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا مرحبا بالشاعر اللي صار إلى 50 عام، يا صخر بيوت الشعر لو الشعر رافع هاميته، النفاع ضيف الملتقى ومن الرياج إلى الحشام، ونغاب في وقت اللقى كل النشام لامته، دام البيقى باللي يرحب بعد رديت السلام، الشاعر اللي يرسم المعنى على استقامته، نفاع فالملتقى حضرتي ما فيها كلام، حضرتي واخذ الرد يا راعى الصيف وفالصامته. إلى هنا ونصل إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا لكم جزيلا أيها الزملاء المتابعون والمشاركون في الأسئلة، بيض الله وجيهكم. شكرا جزيلا للجميع. شكرا لضيفنا العزيز الشاعر الكبير نفاع بن رويع الجابري، وإلى حلقة قادمة بإذن الله. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.